هل قاوم عبد الله أوجلان أم استسلم؟ الجزء الثالث. وثائق التحقيق مع أوجلان. لا يخفى على الباحث في شؤون البككة أو من قرأ تاريخها أن هناك مفاهيم بالغة التعقيد والقوة استوعبت هذه التنظيمات بشكل كامل. من هذه المفاهيم أولها الزعيم أو القائد، والمفهوم الثاني البطولة، والثالث والذي ستلاحظونه كثيرا هو مصطلح الخيانة والتجسس. فلن يكون بمقدوركم الحصول على كتابة وثائقية للبككة تخلو من هذه المفاهيم والمصطلحات، فالبككة قد حكمت بالخيانة على كل حزب أو حركة كردستانية سواها، كما حكمت على جميع الشخصيات الكردستانية بالعمالة والتجسس. فوفق مزاعمها أن أوجلان وحده وتنظيماته وحدها هي من لعبت دور البطولة. فيا ترى هل هذا صحيح؟ تعالوا لنبحث معا عن الإجابة لهذا السؤال. فهل حقا عبد الله أوجلان بطل؟ وماذا فعل ليكون بطلا؟ أم هو خائن؟ وماذا ارتكب ليكون خائنا؟ فالبككة تسخر كافة قواها لإظهار أوجلان كبطل، إلا أننا سنكشف عن أوجلان ما بقي سريا لم يظهر للعلن لغاية الآن. فلم تبدو أي مقاومة في مواقف أوجلان، كما لم يتبادر منه أي موقف بطولي، بل على النقيض من ذلك فقد أذعن للدولة منذ أولى لحظات اعتقاله، وامتثل لأوامرها ونفذ مطالبها، فاعترف للدولة التركية بما لو اعترف بها غيره لها لحكمت البككة عليه بالخيانة والتجسس. ماذا قال شمدين ساك حول اعترافات أوجلان؟ مثال ذلك قال شمدين ساك، والذي يعد الخائن الأعظم في حسابات البككة، عندما وجه أوجلان الموت اعترف بكل شيء، كشف عن علاقاته في سوريا. أما أنا فلدى التحقيق معي طلبت مني الدولة الكشف عن أسماء القرويين والرعاة الذين تعاونوا مع البككة، إلا أنني لم أعطي الدولة أي أسماء، بخلاف أوجلان فقد كشف كل شيء للدولة. نعم، فأوجلان قال كل شيء، وقبل كل شيء سرد سيرة رفاقه وكشف أسرار تنظيماته للدولة. فعندما ألقي القبض على أوجلان كانت البككة في خوض من انعقاد مؤتمرها السادس، فكشف أوجلان عن مكان انعقاد المؤتمر والمشاركين فيه وأهداف المؤتمر للعدو، وهذا ما نلاحظه في الوثائق الرسمية المنشورة. قاضي التحقيق تحدث بما تملكه من معلومات عن المؤتمر السادس. عبد الله أوجلان: أصدرت قرارا بانعقاد المؤتمر في سفح جبل زاغروس في شمال العراق، ويقع موقع المؤتمر في منطقة خنيرة بين جبل قنديل وخواكور، وينعقد في نهاية كانون. فخلال الاتصالات قبل 15 من شباط اطلعت على سير أعمال المؤتمر، وأن النقاش يتم على محاور القتال وجبهاته. فشرع أوجلان بالكشف عن هذه الأسرار وإعطاء المعلومات للدولة خلال اعترافاته في 16 من شباط، أي أن المؤتمر كان يواصل أعماله آنذاك، ما يثبت أنه لم يتردد في الكشف عن معلومات سرية حول 350 من قادة ومسؤولي تنظيماته للعدو. بعدها يتابع أوجلان حديثه عن المؤتمر. عبد الله أوجلان: هذا المؤتمر يعد مؤتمر الانبعاث والتجديد للتنظيم، وقد أرسلت شريدا مسجلا للمؤتمر، وهذه الخطوط العريضة للمؤتمر: أولا الأيديولوجيا، ثانيا السياسة، ثالثا العمل العسكري، رابعا كفاح الإيالة والمناطق، خامسا محاور وجبهات القتال، سادسا النقد والنقد الذاتي، سابعا مناقشة مواضيع الانتخابات. وسيتمخض المؤتمر عن شاهين جيلو مظلوم عبدي سيتسنم منصب مسؤول تنظيمات البككة في أوروبا، وسنعزز قيادة بوطان، وستشكل قيادة قوية لمنطقة بهدنان، وسيتم توظيف إدارة حكيمة ومتميزة لمنطقة سوران، ولن نبعث كان يلماز لأوروبا. فأوجلان لم يعط اسم شاهين جيلو قائد قوات سوريا الديمقراطية قسد حاليا وحده للدولة، بل أعطى أسماء العديد من قادته للدولة، وكشف عن أسماء كافة القادة والمسؤولين. ولم يتوقف الأمر هنا، بل سرد معلومات عما يتوقع أن تحدث مستقبلا للعدو. وخير مثال على ما نقول يقول أوجلان بصدد الإدارة الجديدة للبككة والتي ستنتخب خلال المؤتمر. أشخاص على شاكلة جمعة وفرهات وأبو بكر وعباس وماهر ولاد سيوظفون في اللجنة المركزية للحزب. في الوقت نفسه سيكون باستطاعة
المناضلين من الكوادر الوسط أمثال زكي وعيسى وفؤاد وناصر وجمال وفلات ومصطفى قارسو الترشح للجنة المركزية. سيتم تشكيل المجلس العسكري المؤلف من 25 إلى 30 شخصا خلال المؤتمر السادس، باستطاعة المجلس وضع خطط الميادين، الساحات، موضع خطط الإيالة والمناطق، وعليه إصدار قرار بالعمل المشترك للقادة الميدانيين والمسؤولين السياسيين، وأن الإدارة الجديدة ستضم وجوها جديدة إضافة للقيادات القديمة يمكن تحقيق المزيد من التقدم في الجنوب، وقد يقوم بنقل قواتهم لغيرها من المناطق في بعض الأحيان. ففي بوطان توجد قوة قوامها 1000 جريلا تحت قيادة باهوز وهو سوري، وفي زاغروس يوجد ما يقارب من 700 ل 800 جريلا بقيادة أبو بكر، وتوجد تحت قيادة الدكتور علي آمد وهو طالب بكلية الطب، وقد التحق بتنظيماتنا منذ 7 أو 8 أعوام. قوة قوامها 400 شخصا، ويوجد قرابة 150 ل 200 فرد تحت قيادة يلماز في أرضروم، وفي ديرسم يوجد 350 ل 400 جريلا مع كاظم، كما يوجد في سرحة ما بين 150 ل 200 شخصا تحت قيادة صبري، وفي إيالة كوججيري يوجد ما يقارب من 40 ل 50 شخصا تحت قيادة علي شير، وفي البحر الأسود يوجد قرابة 40 ل 50 شخصا تحت قيادة آيهان، وهم ينسقون تحركاتهم مع جبهة التحرير الشعبي الثوري. ولا توجد أي قوة في غارزاني، بل تتواجد قوتها في آمد، وهناك قوة قوامها 150 شخصا في ميردين بقيادة فلات، إلا أنني سمعت بأنه قد توفي. هناك توجد قلة قليلة من المشاكل والكثير من الإمكانيات الاقتصادية. وفي منطقتين بشمال العراق أي منطقة بهدنان توجد قوة قوامها 1500 جريلا بقيادة عباس، وهذه منطقة البارزانيين. بي توجد قوة قوامها 2500 جريلا بمنطقة سوران بقيادة جمعة، وسوران منطقة تقع بين خوكورك والسليمانية، وثلث أرباع قوتهم في تلك المنطقة. وفي روحة يوجد 25 ل 30 شخصا تحت قيادة كمال ساور. وفي البحر الأبيض يقود ساري إبراهيم من 80 ل 100 شخص هناك. يوجد في الجنوب 4500 جريلا، بينما يوجد في تركيا 3000 جريلا. فأوجلان كشف عن أسماء قادة ومسؤولي تنظيماته واحدا، بل وصل الأمر به ليقول في ختام الوثيقة الرسمية: وهناك أشرطة ووثائق شاملة حول هذا الموضوع. فالحق أن أوجلان أعطى أسماء جميع القادة ومناطقهم للدولة، وكانت العبارة المكتوبة في الوثائق الرسمية هكذا: ونمتلك أشرطة وخرائط مفصلة ودقيقة حول هذا الموضوع. فالحق أن أوجلان باعترافاته هذه حير الدولة التركية نفسها. وقد كتب الرائد حسن آتيلا أوغور محقق الدولة مع أوجلان كتابا بعنوان أنا من حقق مع عبد الله أوجلان، هذه هي الحقائق. قال فيها: كتبت كم كان يحب أوجلان مصطفى كمال أتاتورك، وما قاله ولم يقله لئلا يتسلق حبل المشنقة. لماذا اعتقل أوجلان؟ منذ أولى لحظات عودته لتركيا طلب أوجلان السماح له بأن يكون خادما لتركيا، وشرع بتقديم مخططه في العمل والتنسيق المشترك مع الدولة، وقدم هذا الكم الهائل من المعلومات لها. ونتساءل هنا: لماذا عرض خدماته وقدم خططه للدولة منذ اليوم الأول من اعتقاله؟ خلال وثائق التحقيق معه يقول أوجلان في اليوم الثاني من اعتقاله: قرأت كثيرا، قرأت تاريخ الأتراك والنواحي التي تحدد مستقبل تركيا، وأريد المشاركة في هذه العملية والمعترك. وقد ارتكبت أخطاء في صفوفنا نتيجة وجود كوادر قرويين أي من أهالي القرى، فكانت نسبة 5% من الأخطاء تتحملها الدولة، بينما 95% من الأخطاء تقع على عاتقنا ونتحملها نحن، وأنا أعترف بهذه الأخطاء. فأوجلان أضاف على حديثه هذا على الفور ما يلي: يوجد في تركيا 7 مليون كردي، ونكتفي بجمهرة الناس لنضالنا الآخر، والسيطرة على المؤيدين والتحكم بهم مهم جدا. فالجماهير ناشط للغاية في عموم الأنشطة والفعاليات، ويخرج عن السيطرة سريعا ودوما، والشعب يحبونني كثيرا، ولهذا فهو يواصل مسيرته على أساس بقائي. وأي رئيس يقف ضد أفكاري لن يستطيع أن يصبح رئيسا ولن ينتصر. فيا ترى ماذا يقصد أوجلان بقوله للدولة التركية عندما يقول والنضال أمامنا؟ وما الذي سيفعله أوجلان والدولة التركية بجماهير الباككة في كردستان تركيا؟ والسؤال الأهم هنا هو: ما هو الموقف البطولي لأوجلان خلال التحقيق معه، والذي كتب في 13,000 كلمة خلال مقاطع الفيديو التي نشرناها؟ فأوجلان وفي كل أجوبته أمام قاضي التحقيق
لم يتلفظ بكلمة كردستان لدى الإشارة إلى وطنه قطعا، بل حتى عندما تحدث عن إقليم كردستان يقول شمال العراق، ويسرد أسماء عموم من رفاق دربه واحدا تلو الآخر، بل حتى يتحدث عما يقدر شقيقه عثمان أوجلان على فعله، ويعرض معاهدة وميثاقا على الدولة. وهنا نتساءل، لو كان هناك هذا الكم الهائل من الأدلة والوثائق والتي تؤكد أن أوجلان نطق بكل ما مر واعترف بكل شيء أمام الدولة، فيا ترى هل يعد آنذاك بطلا أم خائنا؟